ملك لف الغموض حياته، قدر يدير أمر حار في تفسيره ومعرفة حقيقته كبار المؤرخين والمفسرين. والمثير للدهشة والغموض أنه قال النبوءة غيرت وجه الكون والبشرية، والقصة ديالو ترجع بنا لعصر ما قبل الإسلام، وكيقولوا أن حتى الجن عندهم معاه قصة. واسمه سيف بن ديزن، آخر ملوك اليمن وأشهرهم. شكون هذا الملك وشنو الخارق اللي فيه؟ هادشي اللي غنعرفوه في قادم الحديث. هو سيف بن ديزن بن دي أصبح بن مالك بن زيد، باه سميتو ديزن. أمو كتقول روايات أن اسمها قمري. تولد سيف واليمن تحت الذل والظلم من طرف الأحباش، وكتقول روايات أن هذا الظلم وصل حتى أن ملك الحبشة أبرهة خطف قمرية مرات ديزن وولدها سيف، وداكشي اللي خلى باه يخرج لملاقاة كسرى ملك الفرس باش يعاونوا في محاربة الأحباش. كبر سيف ديزن في قصر أبرهة، وكان كيسحب له باللي هو الأب ديالو، وكان كيشوف ديك التمييز بينه وبين ولاد أبرهة الحبشي. وهذا الوقت كامل أمو ساكتة ومخبى عليه حقيقة أن باه هو ديزن. حتى جا واحد النهار وتعرض سيف ابن ديزن للسب من واحد من ولاد أبرهة الحبشي، ولكن هاد المرة استغرب حيت سب له باه اللي في الأصل ماشي باه. مشى سيف عند أمو وقال لها: كيف لابن أن يسب أباه؟ أمو ما لقات ما تقول له، قررت تقول له الحقيقة كامل. قالت له أن هادو كاملين غرباء محتلين، وأن هاد القصر ديال باك ديزن. قالت له: أنت صاحب الأرض وأنت أميرها، وأبرهة والأحباش غزاو أهلك واغتصبوا عرضك. خرج سيف ديزن من القصر بعيون غير العيون يطير منها الشرر، وبقلب غير القلب. الظلم اللي تعرض له سيف من أبرهة كان السبب في صناعة بطلنا الخارق، وسبب في بداية نضال. انطلق سيف يطلب المساندة من بزاف ديال القوة، وكانوا كيرفضوا الطلب ديالو بسبب أن الرجل يطلب محاربة ثالث أقوى جيش في ديك الزمان من بعد الروم والفرس. قرر يمشي عند قيصر الروم وهو الجيش الأقوى في العالم، وعاود له على الظلم اللي كيتعرضوا. إلا أن قيصر الروم رفض الطلب ديالو بحكم أن الحبشة من المسيحيين بحال الروم ومن حلفائهم. ومن بعد قصد الفرس وملكها كسرى الفرس. دخل عنده فجأة وقال له: كنسالك واحد الدين. تعجب كسرى وقال له: شكون انت؟ قال له: سيف، انا ابن ديزن، سيف ذو اليزن. ابي جا عندك وقصدك وعدتيه باش تنصرو وترجع له مراته وولدو، وما وفيتيش بالعهد ومات على بابك بحسرته. والقصة ان اب سيف ديزن فاش تعرض للظلم من طرف أبرهة الحبشي استنجد بكسرى الفرس ووعدوا هذا الأخير بالنصرة، ولم يفي، ومات أب سيف بالحسرة ديالو على أهله وأرضه. ذكر سيف القصة لكسرى وقال له: بغيت العون منك لمحاربة الأحباش. قال له كسرى: أنا ما عندي ما ندير بأرض شاهن وبعير. وعطى سيف فلوس بزاف، ولكن بطلنا العربي الخارق الأصيل رمى ديك الفلوس وقال: أنا لم آتي لأستجدي، فجبال اليمن من الذهب والفضة. وهذا التصرف عجب ملك الفرس، وأثار هذا الشاب إعجابه، وقال له: انتظر حتى أستشير مجلس حكمي. فأشار وزير كسرى أن يرسل الملك معه المساجين والمتهمين بالقتل والتخريب اللي كيشكلوا خطر على المملكة. إلا خسروا يكون كسرى تهنى منهم، وإلا ربحوا يربح معهم ولاية جديدة للإمبراطورية ديالو. وبالفعل هادشي اللي وقع، وأمدوا سيف ديزن ب 800 مقاتل راكبين في 8 ديال السفن، وفي الطريق غرقوا 2 ديال السفن وبقاو 6، وحرق سيف السفن اللي بقاو فاش وصلوا، السبب باش حتى واحد ما يرجع، خوفا من هول ومنظر وقوة الجيش ويعرفوا شنو كيتسناو. وصل خبر سيف بن ديزن والفرس اللي معاه للملك مسروق اللي تولى حكم اليمن من بعد الأب ديالو أبرهة الحبشي، وجد لهم جيش من 100,000 رجل، ووسيلة الركوب كانت الفيلة وليس الخيل. تخيل معايا جيش فيه 100,000 بنادم راكبين على فيلة قدام جيش سيف اللي ما كيوصلش حتى النصف ديالو. كيقول المنطق وكنقول معاه أن سيف وجيشه سوف يدمروا تدميرا، ولكن التاريخ عنده رأي آخر. جيش سيف بن ديزن دمر جيش الحبشة، الحقه مسروق ابن إبرهة أشر هزيم، وبذلك أصبحت اليمن حرة، وأصبح سيف بن ديزن حاكما عليه. أسباب هذا النصر الغريب والخارق. في نفس الوقت خرجت أساطير كتقول أن سيف ذو اليزن تربطه علاقة بالجن، ولكن قبل ما نقول الأساطير اللي خرجوا الناس على سيف نرجعوا لانتصار سيف وحكمه. فمن بعد ما انتصر سيف حدث أمر غامض ومدهش غير مجرى التاريخ، سوف نأتي على ذكره في حديثنا التالي. جاءوا القبائل يهنون سيف بن ديزن وكيمدحوه، من بين هذه القبائل كانت قريش، وعلى رأس قريش كان عبد المطلب جد الرسول. وهنأ الملك ودار سيف واحد الشيء غريب نوعا ما. فمن بعد ما كرمهم طلب مقابلة خاصة مع عبد المطلب، وقال له: بغيت نقول لك من علمي سر، وبغيتك تحفظ هذا السر حتى يأذن الله. وقال له: لقيت في الكتب الصادقة وفي الكتاب الناطق اللي حفظناه لأنفسنا خبر عظيم،
فيه شر الحياة وفخر الممات، العرب عامة وليك خاص. تدهش جد الرسول عليه أفضل الصلوات والسلام وقال له: لولا هيبة الملك وإعظامه لقلت لك زدني من هذا الخبر العظيم. قال له الملك سيف ذو اليزن تبعت من عندكم رسول اسمه محمد، وهذا هو الزمان اللي يتولد فيه إلا ما كانش تولد حقا. غيموت باه ومو، غيكفلوا جد وعمو، والله يبعثوا جهارا يعز به أولياء الله ويدل به أعداءه. غادي يطفى بالمولد ديالو النيران ويتعبد في زمان الواحد المنان، ويسجر الكفر والطغيان ويكسر اللات والأوثان. قوله فصل وحكمه عدل، كأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. دغيا جاوبوا جد النبي وقال له: كان عندي ولد قريب لقلبي وكنت معجب به، وزوجته بنت سميتها آمنة، وولدات غلام طفل سميته محمد، مات باه ومو وكفلته أنا وعمه. فإذا بالملك دهش وقال له: هو احذر أعداء الله، دير بالك عليه، وكون ما عرفتش أنني نموت قبل ما يتبعت كون مشيت عنده بالخيل ديالي حتى أجعل من دار يثرب دار حكم. ودابا نرجعوا للأساطير اللي خرجت على سيف بن ذي يزن بسبب بطولاته وحياته الغير عادية. وأبرز هذه الأساطير أن أم سيف لم تكن من الإنس، ولكن هي ملكة من ملوك الجن. صفات الإنسية وعتقات والد سيف وزوجاته، وأكثر من هذا الشيء أن لسيف بن ذي يزن أخت من أمه أي جنية إحدى ملكات الجن، وكانوا مرتبطين ببعضهم بزاف. وهذا الارتباط بعالم الجن جعل لسيف ملك وكلمة في عالم الجن. وكيربطوا الناس اللي قالوا هذه الأساطير انتصاره على الجيش الحبشي المخيف بمساندة الجن له. وإلا كيفاش نفسروا هذا النصر الغامض على جيش فيه 100,000 رجل راكبين على فيل؟ وحتى نبوءة محمد عليه أفضل الصلوات والسلام منين جابها؟ الأسطورة كتقول أن النبوءة أتت من عالم الجن، وكتابه المسمى بالناطق بالتأكيد هو من علوم الجن بأمر من الله تعالى. وهنا كنكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو. قولوا لنا آراءكم وشاركوا هذه الحلقة مع من تحبون، والسلام عليكم.